العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. المجلس الشعبي بإقليم القشبركة يعقد اجتماعها الدوري العشرين. إدارة مديرية أبا شاول تستضيف أعضاء قوات الدفاع. اختتام فعاليات أسبوع المدارس في مديرية حقات. الصين والكونغو الديمقراطية تتعهدان بتعزيز شراكتهما. بلغراد تضع جيشها في حالة تأهب بعد اشتباكات بين الصرب وشرطة كوسوفو. حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان. مرحبا بكم. عقد المجلس الشعبي في إقليم القشبركة خلال 28 من مايو اجتماعها الدوري تحت شعار هيا للتنمية بمشاركة واسعة. وأوضح رئيس المجلس السيد عثمان محمد علي أن غالبية المجتمعات الإريترية تعيش على الزراعة والرعي، لذا يجب التركيز على الاستعدادات المسبقة لموسم الحراثة، إضافة إلى منح اهتماما أكبر لشمال الإقليم الذي تندر فيها الأمطار، وأن يعمل أعضاء المجلس بوعي فيما يخص تحصيل ضريبة المواشي والزراعة. ودعا إلى توسيع خدمات شركة حارات للمواصلات في الإقليم، وقدم توضيحا مفصلا حول الخدمات الاجتماعية ومشاركة المواطنين في برامج التنمية، مناشدا لتعزيز دور المجلس التوعوي. وبحث أعضاء المجلس التقارير المقدمة عبر مسؤولي الأقسام حول البرامج المنجزة العام الماضي عن طريق الجهات التنفيذية، طالبوا لتحسين إدارة حملة تطعيم المواشي والقيام بأعمال جادة للحد من قطع الأشجار خاصة المعمرة، وتأمين تقديم خدمات متساوية في وقت مناسب للجرارات الزراعية، وإعداد بذور محسنة، وتحصيل ضريبة العقارات والمؤسسات التجارية في وقتها، وتوضيح إدارة رخص تجارة الحطب والصعف ومشتقاته وغيرها من المجالات. وقال حاكم الإقليم السفير محمود علي حروي إن الأفكار التي طرحها أعضاء المجلس تساعد في تنفيذ البرامج التنموية، داعيا لتقوية التنسيق بين محاور أعضاء المجلس والإدارات، موضحا دور أعضاء المجلس الفعال في تنفيذ أنشطة حماية التربة والمياه التي تمنح الأولوية على مستوى الإقليم، وتنمية الماشية وإنتاجها، والحد من قطع الأشجار، إضافة إلى قرص الشتول. نظمت إدارة مديرية أبا شاول مأدبة غداء وحفل ترفيهي خلال 27 من مايو لأعضاء قوات الدفاع التابعة للفرقة 84 التي كانت تنشط الأعمال الأمنية بمناسبة الذكرى 32 للاستقلال. وأوضح مديرة المديرية السيدة سارة تسفى ميكائيل أن المرحلة الجديدة المبشرة التي وصلنا إليها نتاج بطولة ووفاء قوات الدفاع الباسلة والمجد لهم. وذكرت بأن هذه المرحلة تتطلب تجديد العهد والاستعداد الجيد لمواجهة كافة التحديات، مشيدة بالجهات المنظمة للحفل الترفيهي. وحفل البرنامج بفقرات فنية وثقافية. تسهم مدرسة أغردات الداخلية التي تأسست عام 1995 بفعالية في عملية التعليم والتعلم وتضييق الهواة بين مؤسسات التعليم لدى المجتمع. وأوضح مدير المدرسة الداخلية الأستاذ حسب الله محمد نور أن الجهود المعلمين والآباء الواعية ساهمت في نمو المشاركة الطلابية وخاصة الطالبات. وأشار إلى أن المدرسة الداخلية تقدم التعليم للطلاب الصنف المرحلة الابتدائية، إضافة إلى الطلاب القادمين من مديريات أقردات ومنصورة ودقي وعالي القاش ومغولو وملقي وشامبيكو لمواصلة تعليمهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وقد وصلت مستويات النجاح 94% خلال العام الماضي. وقال إنه رغم أن مشاركة الطالبات يظهر تقدما ملموسا، إلا أنه تتطلب جهود جادة لضمان الاستمرار، داعيا المجتمع والمدراء لتعزيز دورهم للحد من عملية التأخير السائدة في بداية العام الدراسي.
دعا الأستاذ يوسف إياسو مسؤول متابعة رياض الأطفال في مديرية تسني المجتمع لمنح رياض الأطفال الاهتمام الأكبر، مدركين الفارق الكبير بين الأطفال الذين مروا عبر رياض الأطفال والذين لم يلتحقوا بركب المدارس قبل النظامية. وأوضح بأن 3052 طالب يدرسون في الصف الأول، وأن 557 أي 18% فقط هم من مروا عبر مدارس رياض الأطفال، وهذا ليس كافيا، لذلك يجب على الآباء إرسال أبنائهم إلى المدارس قبل النظامية في الوقت المناسب، وعلى الجهات المعنية القيام بمتابعة جادة. ودعا المدارس قبل النظامية لتقديم خدمات تعليمية جديدة للأطفال. وأوضح مدير المدارس قبل النظامية أن تلك المدارس لها فوائد كثيرة كترسيخ الأطفال ثقافة التواصل مع الناس والثقة بالنفس والاجتماعية. هذا وتوجد في مديرية تسني 8 رياض أطفال، و4 منها خاصة و4 حكومية. اختتمت فعاليات أسبوع المدارس التي انتظمت في مديرية حجات في 24 من مايو. شارك في أسبوع المدارس المنظم في مدينة حجات 740 طالب بفعاليات الثقافة والرياضة والفنية ومسابقات المعلومات العامة. وأشاد مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ إدريس عبدو بالمشاركة الإيجابية للطلاب في الأسبوع الذي هدف رفع قدرات الطلاب في كافة المجالات. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية حجات السيد تخل هيمانوت موسائيل أهمية الأسبوع والبرامج الذي تضمنه. وقدمت في الختام الجوائز للفائزين في المنافسات التي أجريت على المستوى الفردي والمدرسي. توجد في مديرية حجات 37 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، تستقبل أكثر من 12500 طالب. خرج الاتحاد الوطني للشباب والطلاب في الإقليم الأوسط خلال 27 من مايو 3600 طالب، بينهم 2182 طالبة حصلوا على دورة تأهيلية في العلوم الاجتماعية. وحضر المناسبة كبار المسؤولين، بينهم مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة السيد يوسف سايق، والضيوف المدعوين. أوضح مسؤول الاتحاد في الأقليم الأوسط السيد سامسون كفلي أن الاتحاد يقدم الدورات التأهيلية توعوية للشباب في كافة المؤسسات الحكومية. من جهة أخرى، أقيمت مراسم اختتام للنشاطات والمنافسات التي كانت تجري بمناسبة عيد الاستقلال الذكرى 32. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، تعهدت الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية بتعزيز شراكتهما وتعاونهما فيما تستمر المحادثات بشأن إعادة التفاوض حول عقود التعدين لاحتياطات المعادن الثمينة في الدولة الأفريقية. وتشكل زيارة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيزيكيدي وهي أول زيارة دولية له إلى الصين، أحدث مبادرة في سلسلة من المبادرات الدبلوماسية بين بكين والدول الأفريقية. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن تشيزيكيدي ونظيرها الصيني شي جين بينغ أعلن الارتقاء بالعلاقات الثنائية من شراكة استراتيجية للتعاون المربح للجانبين إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة. تستثمر الصين إلى حد كبير في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تهيمن القوة الآسيوية على قطاع التعدين المعدني المربح. لكن تشيزيكيدي تعهد إعادة التفاوض بشأن عقود التعدين الكونغولية التي تشمل تلك التي وقعت مع الصين في عهد سلفه لتحسين شروط العقود.
فرغت شرطة كوسوفو بالغاز المسيل للدموع متظاهرين صربا كانوا يحتجون على تولي ألبان رئاسة بلديات في شمال البلاد بناء على نتائج انتخابات يطعنون بشرعيتها في منطقة يشكل فيها الصرب أكثرية. ووضعت صربيا التي كانت كوسوفو إقليما تابعا لها جيشها في حالة تأهب قصوى، وأمرت بإرسال قوات باتجاه الحدود في خطوة اتخذتها مرات عدة في السنوات الأخيرة. وانتخب رؤساء البلديات في اقتراع محلي نظمته سلطات كوسوفو في 23 من أبريل في 4 مناطق يشكل الصرب الذين قاطعوا الانتخابات أغلبية فيها. ولم يشارك في الاقتراع سوى 1500 ناخب من أصل 45 ألفا مسجلين. ودانت واشنطن قرار السلطات الكوسوفية تعيين هؤلاء المسؤولين على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في بيان مشترك عن قلقها إزاء قرار صربيا رفع مستوى التأهب قوتها المسلحة عند الحدود مع كوسوفو. عبرت 3 سفن صينية من بينها حاملة الطائرات شاندونغ مضيق تايوان على ما أعلنت وزارة الدفاع الوطنية في تايبيه. وتطالب الصين بتايوان ذات الحكم الذاتي وتعتبرها جزءا من أراضيها. وفي السنوات القليلة الماضية كثفت عمليات التوغل الجوي والبحري في محيط الجزيرة. وقالت الوزارة في بيان إن أسطولا تابعا للسلاح البحرية بجيش التحرير الشعبي من 3 سفن تتقدمه حاملة الطائرات شانغ دو عبر مضيق تايوان. وفيما تراقب تايوان باستمرار تواجد سفن حربية صينية وتصدر بيانات بشكل شبه يومي، فإن عبور شاندونغ في المضيق البالغ عرضه 180 كيلومتر والذي يفصل الجزيرة عن آسيا القارية غير عادي. حددت دراسة أكثر من 5000 نوع جديد تعيش في موائل أعماق البحار في المحيط الهادي في منطقة تعرف باسم منطقة كلايرون كيليبروتون، وهي قاع بحر مستهدف للتعدين في السنوات القادمة. وتمتد المنطقة على ما يقارب من 6 ملايين كيلومتر مربع 2.3 مليون ميل مربع بين هاواي والمكسيك. وقال باحثون إنهم حددوا 5578 نوعا في المنطقة، 92% منها جديدة في العلوم. واستخدم العلماء المستوحات التنصيفية للمنطقة التي بدأت منذ عقود، بالإضافة إلى البيانات التي أتاحتها السلطات الدولية لقاع البحار، والتي طلبت من الشركات المهتمة بالتعدين جميع وتبادل المعلومات البيئية. في الختام اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. المجلس الشعبي بإقليم القشبركة يعقد اجتماعها الدوري ال20. إدارة مديرية أبا شاول تستضيف أعضاء قوات الدفاع. اختتام فعاليات أسبوع المدارس في مديرية حقات. الصين والكونغو الديمقراطية تتعهدان بتعزيز شراكتهما. بلغراد تضع جيشها في حالة تأهب بعد اشتباكات بين الصرب وشرطة كوسوفو. حاملة طائرات صينية تعبر مضيق تايوان. انتهت النشرة، قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.